هي علبه البيئه في عربيتك ممكن تبوظ الموتور؟ طب لو نظفتها تنفع ولا ترجع تاني؟ طب لو فضيتها من الفحم تاكل بنزين وتعلي الصوت؟ طب لو لغيتها وعملت العربيه سوفت وير كده الموضوع انتهى؟ تساؤلات كتير جت لنا من ملاك السيارات والنهارده هنرد عليها. لازم نبدا القصه من اولها. علبه البيئه وظيفتها هي تنقيه العادم وتنقيه الصوت وتوفير البنزين. شكلها على هيئه خليه النحل. مع مرور الوقت وما بيحصل مشاكل في منظومه الاشتعال ويكون الحريق غير مكتمل او تحط تفويله من مكان غير معلوم مصدره او محطه مش نظيفه، بيبدا يحصل سدد في العلبه، كان سدد جزئي او سدد نصفي او العلبه تتكتم خالص. في النهايه ده بيعمل باك بريشر على الموتور، فتلاقي ان الموتور بوظ البستم وبوظ الشمبر والموتور حصل فيه مشكله او الموتور قفش. طب الحل فين؟ بعد ما تفحص العلبه لو لقيت ان جزء من العلبه سايح ممكن نستأصل الجزء ده والعلبه ترجع لطبيعتها. طب لو لقيت ان هي فيها سدد جزئي تقدر تنظفها وترجع فابريك. لو فرضنا ان انت كان عندك سدد جزئي ونظفت العلبه وبقت A1 لازم تفحص العلبه من 15 ل 20,000 عشان تبقى في السيف سايد وما تقعش في المشكله تاني. هنا هيجي لنا سؤال جديد، ان انت غيرت العلبه جديده او نظفتها وما بقاش فيها مشكله ورجعت نورت لمبه تاني. هنا اتنقلنا لمرحله تانيه خالص، الا وهي ان عندك يا اما حساسات الشكمان مش مظبوطه فبتدي قرايات غلط للكنترول، او معادن العلبه من جوه فيها مشكله ومهما تنظف العلبه هترجع تسجل تاني. الاجابه على السؤال الثاني، لو الحساسات عندك مش مظبوطه هتحتاج تتحل ويتعمل لها صيانه. طب لو المعادن بايظه يا اما تغير علبه جديده اوريجينال او تعمل ابديت سوفت وير والموضوع ينتهي. تفتكر احنا كده خلصنا بعد ما ردينا على 80% من التساؤلات اللي بتدور في دماغك؟ مش كده وبس، هنسيبك مع تجارب العملاء اللي عالجت العلبه والموضوع انتهى مليون المية عندهم. استاذ في علبة البيئة دي انت مالكش حل فيها يعني؟ بصراحة دي كانت اكبر مشكلة عندي في العربية. طبعا نضف لي علبة البيئة ده مبدئيا كده، ونضف لي حساس الاكسجين لانه كان مسجل على اول حاجة بصيت على علبة البيئة، طبعا جبنا الكاميرا وبصينا على علبة البيئة وبدأنا نشوف ايه المشكلة ونبدأ نعالجها ازاي. ناس فاهمة جدا، احسن استقبال، بتقعد حتى كانك قاعد في بيتك مش في مركز صيانه. والله العظيم الناس كلها ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لك ويوسع عليك كمان وكمان.